معاشر الفضلاء، إن من محاسن الإسلام الكبار ومقاصد الإسلام وأصول أهل السنة العظام الاعتصام بالجماعة ولزومها، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل. وهذا دين وفرض واجب وأمر ثابت ثبوت الجبال الراسيات، لا يتغير ولا يتبدل، وليس سياسة خاضعة للمصالح. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وحبل الله للسلف في تفسيره ثلاثة أقوال: الأول أنه القرآن والسنة، والثاني أنه الدين، والثالث أنه الجماعة المجتمعة على ولي الأمر المسلم. وهذا الخلاف خلاف تنوع، فكل هذه الجماعة التي أمرنا بالاعتصام بها